ما ينفعش يكون عندنا فرح في عيلتنا، عيله الشفاعي، وما يكونش عندنا الشيف اللي تيالي يجوز كل الاولاد عندنا، الشيف حسن ابو جليل. طبعا احنا عندنا فرح النهارده والشيف حسن، ودي السفره اللي هو بيعملها. ازيك يا شيف؟ ايه الابداع ده؟ كل مره بنحسه فيه تطور وتجديد. الحاجات دي بتبقى بسبب ان صاحب الفرح اللي بيطلبها، ولا انت اللي دايما بتبتكر؟ احنا دايما على طول بنجدده، على طول دايما بننزل الجديد. الحاجه الجديده دايما بننزلها. ايوه، يعني النهارده انا شايفه ما شاء الله على السفره. انت قول لنا الانواع اللي على السفره كده. عندنا ورقه برمه لحمه. ايوه، ورقه برم. عندنا كباب الحله. كباب حله. عندنا بشاميل. عندنا كبده اسكندراني. عندنا كبده اسكندراني. جيلي. طحينه. توميه. مايونيز او توميه. سلطه خضراء. شيبسي. كله على فكره طالع مبسوط جدا. سلطه البنجر. تمام. عندنا عيش طازه برضه موجود. هو ما عادش بقى نظام الرز والمكرونه والحاجات ديت، ولا ايه يعني؟ لا، دي صحيه الاول ماشي، وخيارات خفيفه. لا جميل، تسلم ايدك، وان شاء الله هنشوفكم في افراح اكله مختصره برضه، خصوصا النهارده الاسعار غاليه. لا احنا يعني برضه بنختصره بشكل كويس برضه. تمام. شكرا يا شيخ. الشيف ابراهيم بصي من احسن الشيفات الموجوده، بصي على حاجه عاليه خالص وحلوات الدرجه الاولى. محمد برضه درجه اولى. حاجات امتياز كلها انا ويعني معايا. يا شاهد انا ابن خالك حتى عيب عليك. طبعا في الافراح عندنا لازم يكون في عيش. كان الاول زمان احنا اللي بنعمل العيش، دلوقتي لازم يجيبوا الفرن علشان يبقى اسرع، لان يعتبر الافراح كلها قائمه على العيش دلوقتي عكس زمان. كل سنه وانتم طيبين. مزمار صعيدي من الزمارة.